عم الحاج مبدئيا كده الفيديو بتاعنا مش طويل، فانت كل اللي عليك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك كومنت عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجامده زحلقه. وده مبدئيا كده يعني حابب اقول لك كده في البدايه، لو انت ما شفتش قناه تلخيص الافلام اللي احنا عملناها فانت تبقى عيل خنزره من الاخر. القناه دي انا هسيبها لك في اول كومنت وهسيبها لك في الديسكربشن برضه، وخد لك لفه هناك. طبعا انا اللي بعلق بصوتي وحاجه عظمه كده يا عم الحاج، تقول لي انت انا صوت نانسي عجرم؟ لا ما تدققش، مش مهم يعني. المهم كل اللي عليك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك كومنت وانترو على الفيديو بتاعنا. النهارده انا جايب لك افجر نسخه في المجال حرفيا. النسخه دي مكان المتجر وحاجه ما فيش بعد كده. عم الحاج ركز معايا الفيديو لان الفيديو مش طويل، وبس النسخه بتاعتنا بباسورد لانها حرفيا تستاهل. نضغط كده يا باشا على النقط دي على النسخه، وبعد كده بتفتح معاك بالواجهه الجامده الزحليقه دي. تمام. عندك هنا بقى يا باشا اضافه حسابين، وضع الطيران، ولايت مود، ودراك مود، وحاجات اخر قله ادب. كل اللي عليك بقى تصلي على النبي كده ونخش نشوف شكل الشات. نخش مثلا على بود البحراوي، ده شكل الشات. تقول لي ايه اللي عرفه النيله دي؟ اقول لك بص يا عم الحاج، اضغط كده وخش على خلفيه وقوم عامل تغيير، وهسيب لك الصوره دي في قناه التليجرام بتاعتي، هسيبها لك برضه في الديسكربشن في اول كومنت، خش تاخدها من هناك وتقوم جاي حاطط يا باشا الخلفيه دي كده. تمام. وشوف بقى الشات من كده لكده حاجه عظمه. بص شايف بقى انت الحركه دي؟ بص يا عم الحاج، ده كده بقى شكل الشات، حاجه عظمه اقسم بالله، يعني حاجه روقان. وايه لو عايزين خلفيات انمي برضه عرفوني في الكومنتات وهنزلها لكم في قناه التليجرام، روحوا خدوها من هناك. نرجع كده يا عم الحاج وخد لك اول رقمين من الباسورد الا وهما 00. اول رقمين من الباسورد 00. اضغط بقى يا باشا على الثلاث نقط دول كده، خش على اعدادات تخصك. بعد ما تخش على اعدادات تخصك عندك بقى شويه اعدادات كده ولاد هيرمان، اعدادات تخصك تضغط عليها، شويه حاجات انجليزي ما لهمش لازمه. انت هتسيب كل حاجه زي ما هي، انت مش هتعوز تعدل اي حاجه هنا. نرجع يا عم الحاج، خش على اللوك اللي هو تقفل نسخه الباسورد عشان ما تاخدش على قفاك، يعني بلا لوك بلا ملكلوكش، يعني عشان نبقى على نور كده من الاخر. وحط لايك يا عم الحاج، حط لايك ما تنساش وتقدرني، اللايك بيفرق معايا اقسم بالله. فانت حط لايك، يعني انت لو كنت ناسي حط لايك. نرجع كده يا عم الحاج، تضغط هنا بقى عندك كلين كاش اللي هو انت تنظف النسخه بمعنى اصح. نرجع كده يا عم الحاج وخش على كلين كاش تاني، اللي هو مش كلين كاش بقى، حاجه عامله نفسها كلين كاش كده. دي شويه اعدادات في النسخه برضو هتسيبهم زي ما هو، اللي متفعل سيبه متفعل، واللي مش متفعل سيبه مش متفعل. تمام. دي طبعا لو انت عايز تظهر صورتك في الشات، يعني لو عايز تظهر صورتك في كل الشات فعل دول كلهم. وارجع كده يا عم الحاج وارجع تاني. النسخه دي مميزاتها في ايه؟ طبعا عم النسخه دي فيها حاجات ياما كتير قوي اجنبي ومش عارف ايه. اقول لك يا عم الحاج النسخه دي يعني انا حرفيا عجبتني قوي في رمي الفيروس وفي ضغط الشير، وشالت ملف 99 كي بكل بساطه، كانها يعني انت بتمسي عليها كده بواحده ال ام، اللي هو انت ايه ده. نرجع كده يا عم الحاج، خش على باك اب راستر اللي هو يعني تعمل نسخه احتياطيه. عندك بقى اللي ايه باك اب داتا واتساب، لا دي كده تمام، تعمل نسخه احتياطيه وبعد كده تعمل استعاده، وبعد كده تقوم جاي مركب ملف السرعه وخش بتنبع على اي حد يقابلك هريب انتشوا بضان. نرجع كده يا عم الحاج، وطبعا نخش بقى على دي كده. دي بقى اللي هي بص بقى، انا عايزك تركز معايا في الحته دي جدا، لان الناس بتقول لي نسخك والنت والتيت والشريط وروح وتعالى فوق وتحت ودنيا كبيره كده. بص قبل ما اشرح لك حاجه هنا، لو انت مش عارف تحمل من الرابط اللي انا بحطها، انا بسيب لك في كل فيديو في التعليق المثبت رابط طريقه التحميل. هتخش تتفرج على الفيديو دقيقتين 3 هتتفرج عليه هتعرف تحمل. تمام. لان معظم الروابط بعد كده في اليوتيوب كله هتبقى بالشكل اللي انا بنزله ده. تمام. فدي تحديثات وطبعا احنا لازم نشتغل عليها، فكل واحد فاهم هو بيعمل ايه وكل واحد فاهم في شغله. فبالله عليكم محدش يقول لي الرابط. هو اي نعم مفيش حد بيقول، لان بيتهيألي في 99% منكم بقوا جامدين زحليقه يعني، وبقوا بيعرفوا يحملوا من الرابط بتاعتي. تمام. نرجع بقى لموضوعنا. نرجع اعمل حاجه الحته دي كده، دي خاصه بالصور والاستوريهات اي ميديا انت بترفعها من النسخه، يعني زي الصور الحالات هكذا. المقاطع الصوتيه، اي المقاطع الصوتيه مش المقاطع يا اولاد ماشي. عندك هنا يا باشا لو فعلت دول تمام، انت هتسيبهم زي ما هم كده. تمام. الخط ده بقى يا باشا لو فعلته للاخر كده، فانت الصور اللي انت بتبعتها بتتبعت بجوده اعلى من اللي هي متصوره بيها اصلا، او الفيديو بيتبعت بجوده اعلى من اللي هو عليه، اللي هو صباح الفل. فبالتالي بياخد نت جامد زحليقه يعني، فالنت هيروح في الفشخله. تمام. فانت دلوقتي تسيبه زي ما هو كده. الصور برضه تتبعت بالجوده يعني اقل من بتاعتها سيكا، والفيديوهات كمثل. بالتالي النت بتاعك هيبقى 10/10 ومش هيخلص، وهيبقى يعني في المعتاد يعني. تمام.
تمام قوي. نرجع كده يا عم الحاج، خش بقى على هنا اللي هو اليوتيوب بقى بتاعه. انت تخش بقى تكلمه يوتيوب وتكلمه، دي بقى اليوتيوب بتاع صاحب النسخه. نخش عليه كده اهو، هيفتح معانا اليوتيوب بتاعه بكل بساطه يعني. تديله هناك لايك، تشترك له، اسمه اسلام الطيخه. انت بقى عايز تشترك له اشترك له، ما انت عايز تشترك له ماليش دعوه، انا على اللهم بلغت اللهم فشل، عشان ما فيش حد يخش يطبل لي انت ما قلتش اسم صاحب النسخه. انا بقول لك اسم صاحب النسخه، قناه صاحب النسخه اهو كمان عم الحاج. تمام، عايز تشترك له انت حر، ما انتش عايز تشترك له برضه انت حر، انت حاجه ترجع لك. خد لك بقى اخر رقمين من الباسورد الا وهم 99. اخر رقمين من الباسورد 99 بس كده. عم الحاج ما تنساش بقى قناه التليجرام بتاعتي انا سيبها لك في الديسكربشن عشان تاخد منها الخلفيات بتاعت الانمي والخلفيات النسخه اللي انا هحطها لك، وبرده بنزل عليها هناك نسخ من غير باسورد ورابط مباشر بتحملها هناك كده عادي جدا يعني. وطبعا برده ما تنساش قناه تلخيص الافلام الجامده زحليها. وبس كده يا عم الحاج، سلام. Like the ceiling can,